السلام عليكم، نتمنى تكونوا في احوال جيده ان شاء الله. اليوم بغيت نتقاسم معكم طريقتي في تحضير المادلين او ما يسمى بالكاب كيك. تيجيو رائعين مفشفشين، ديروهم للكوتي او للفطور، فقط بيضه وحده. طريقه سهله ما كتاخدش الوقت. يلا ندوزو لطريقه التحضير والمقادير. واحد الاناء كناخذ بيضه من الحجم كبير بدرجه حراره المطبخ، كنزيد عليها كاس عنبه ديال السكر خشن ما يعادل 140 غرام. كنطرب مزيان هذاك البيض مع السكر حتى تيولي الخليط كياخذ اللون ديالو ابيض. من بعد كنضيف كاس ديال الزيت ما يكونش عامر ما يعادل 110 مليلتر، ونفس العمليه كنطربو مزيان. كنضيف كاس ديال الحليب يكون بارد بدرجه حراره المطبخ، كاس عامر عنبه، وكنخلط الخليط مزيان. كنضيف 2 اكياس ديال الفانيلا، كنضيف 2 كؤوس ونصف عنبه ديال الدقيق الابيض يكون النوع الجيد. كنخلط مزيان باش ما كيبقاوش ديك التكتلات. هنا ما درتش هذاك النصف كله، خليت واحد شويه منه وضفت الخميره الكيماويه 11 غرام. هنايا خديت الكويغطات ديالي وصفتهم في ديك المول وبديت كنصب الخليط ديالي. كنخلي واحد شويه د المسافه، ما كنعمروش الكويغطات بزاف، كنخلي واحد المسافه فين يتنفخوا لينا. هنا اللي بغى يدير حبيبات ديال الشوكولا يديرها، انا ما عنديش، فضلت نديرهم غير عاديين. من بعد دخلتهم للفران على درجه 180 كيطيبوا لنا حتى تيتنفخوا، ومن بعد كنديروا نشعلوا الفوق باش كياخذوا هذاك اللون الذهبي. لي مادلين ديالنا جاو تيشهيو، لذاذ خفاف ومفشفشين، ما كياخذوش بزاف ديال الوقت. كما قلت لكم في اول الفيديو، يمكن لكم توجدوهم للفطور او للغوتي، فقط بيضه وحده، اقتصاديين وسهلين في التحضير. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم. شكرا على المشاهده، والى اللقاء في فيديو اخر بحول الله وبالصحه والراحه.